لما وصل لسن 18 سنة اشتاق ان هو يسيب بلده. وانتم متخيلين من الأقصر يروح برية شهيد، شفتوا السفر قد ايه، لكن علشان هو عايز انه يتلمذ على ايد الاباء وعايز يعيش حياة رهبانة. راح للأنبا بموى. الأنبا بموى شافه شاب صغير 18 سنة، وهو كمان كان كجسم قصير، ف 18 سنة وشخص قصير كده. فبص له كده أنبا بموى قال له ايه عايز يا حبيبي؟ فقال له انا عايز اترهبن. قال له يا ابني الرهبان عندنا شاقة جدا، الحياة الرهبانية ما هياش مجرد انك بس تقعد في قلاية، ده انت بتحارب شياطين، انت بترفض شهوات، انت لسه صغير، ما لهاش لازمه يا ابني، روح. قال له انا نفسي اترهبن وعايز اتعلم منك ازاي اجاهد. فقال له يا ابني احنا هنا بنحارب اعمال الظلمه، احنا هنا بنترك العالم تماما، انت ما ينفعش تعمل كده. فقال له الكلمتين دول أنبا بموى وراح سابه ودخل جوه القلايه وهو واقف بره. أنبا بموى كان عنده منهج في حياته انه ما ياخدش قرار الا لما يقف يصلي، يقول لربنا اعمل ايه في الموضوع ده. وكان وهو واقف يصلي طول الليل قال لربنا الاخ اللي بره دوا عايز يترهبن، اقبله ولا ايه؟ ظهر له ملاك وقال له ربنا بيقول لك هو بعته لك، وانه هو الشخص ده هيبقى قديس كبير في البريه من بعدك. لما قال له الكلام ده انبسط أنبا بموى وراح له كده وقال له مستعد تجاهد معايا؟ قال له اجاهد يا ابي. قال له طب اتفضل تعال. يقول هو دخل وقعد أنبا بموى وأنبا يحنس القصير يصلوا 3 أيام على الهدوم قبل ما يلبسها له اللي هو ثوب الرهبان. وبعد 3 أيام حلق له شعره خالص، علامة على بداية حياة جديدة، وراح لبسه ثوب الرهبنة وفضل ملازم ليه تماما.